السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عشاق محبي الكرة الجزائرية في كل مكان، الرابطة المحترفة والمنتخب الجزائري وكل ما يخص الجزائر الحبيب إن شاء الله. قبل كل شيء محتاجين منك الصلاة على سيدنا محمد واللايك الجميل، والحب تنزل تنضم لقناتنا. شرف كبير لي إن أنا أقول لك على جدول ترتيب فرق الدوري الجزائري في الجولة التاسعة اليوم 26/10/2025. بس محتاجين منك الصلاة على سيدنا محمد. المركز الأول شبيبة الثورة في المركز الأول برصيد ال 15 نقطة، من خلفه يعني كده مولودية طهران في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، من خلفه ايضا اولمبيك اوكبو في المركز الثالث برصيد 14 نقطه، مولوديه الجزائر في المركز الرابع ب 13 نقطه، مستقبل الرئاسات في المركز الخامس ب 13 نقطه، نجم بن عكنون في المركز السادس ب 13 نقطه، النادي القسنطيني في المركز السابع ب 12 نقطه، اتحاد خنشله في المركز الثامن ب 11 نقطه، شبيبه القبائل في المركز التاسع ب 11 نقطه، اولمبي الشلف في المركز العاشر ب 10 نقاط، ترجي مستغنم في المركز ال 11 ب 8 نقاط، شباب بلوزداد في المركز ال 12 ب7 نقاط، وليه مباراتين او ثلاثه مؤجلين من ارتباطه بافريقيا، واتحاد الجزائر ايضا ليه ثلاث مباريات لارتباطه بافريقيا في المركز ال 13 ب7 نقاط، وفاق سطيف في ايضا في المركز ال 14 ب7 نقاط، مولودية البيض في المركز ال 15 ب3 نقاط، واخيرا اتلتيك برادو في المركز 16 بنقطه. ده كان يعني كده جدول ترتيب فرق الدوري الجزائري بعد يعني كده نهاية المباراة يعني كده المؤجلة، وأيضا هنكون معاكم لحظة بلحظة في كل ما يخص الجولة القادمة إن شاء الله. الجولة العاشرة دي في منتصف الجولة التاسعة إن شاء الله، والمباريات اللي هتتلعب غدا وبعد غد إن شاء الله لنهاية يوم 31/10 في الجولة التاسعة. لو عجبك الفيديو بتاعنا ما تنساش بأجمل لايك بعد الصلاة على سيدنا محمد، نجيب لك كل ما يخص الكرة الجزائرية والمنتخب الجزائري الحبيب إن شاء الله.